وكسر عزلة الشعب ومقاومة للمؤامرة الكبرى للسودان في تاريخها. أطلقت الجبهة الشعبية السودانية من مدينة القاهرة وعاصمة جمهورية مصر العربية صوت تكريم لشخصية وطنية ورمز من رموز الإدارات الأهلية وعضو هيئة الجبهة الشعبية السودانية الذي دافعت وسعت للحفاظ على حقوق الشعوب السودانية في زمن الصمت والتخاذل. وبدأت احتفالية التكريم بحضور قيادات الإدارة الأهلية وقيادات الجبهة الشعبية وكيانات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات تربوية وممثلي الشركات وروابط شبابية وقيادات مجتمعية. وفي حفل ألقي العديد من الكلمات المتحدثة على شخصية السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد وتاريخ السلطنة ومواقفها الوطنية منذ بداية مقاومتها للغزو الفرنسي على دار مساليد ومساهمة السلطنة في بناء السودان، مؤكدين بضرورة اتباع مذكرة خاصة لتعرف الأجيال بها. ويأتي هذا التكريم عقب مشاركة سلطان دار مساليد سلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين في مؤتمر باريس الذي أراد بها بلابسة التقدم لخيانة الشعب السوداني ولا سيما شعب دارفور لتمرير أجندتها، لكن سرعان ما تحول إلى الجحيم وسقط أقنعتهم. ويعلن بذلك سلطان سعد بفشل المؤتمر ومعلن انسحابه لأن المؤتمر لا تمثل الشعب السودان، ثم يعود ليقرر لاحقا نادوني عشان يفصلوا دارفور لكن رفضنا. بينما المحتفى به سلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد يعبر عن سعادته بهذا التكريم شكرا على القائمين ومنظمين لهذه الاحتفالية التكريم. إن التكريم مثل هذه الشخصيات دليل على تقدير والاعتراف بما قدمته للوطن، وأن يحتفى بالإنسان في حياته خير من البكاء بعد الرحيل. بذلك تكون السودان في قلبي تراثا وفكرا وثقافة وإرادة، وتكون للسودان قادرا على كسر كل المعامرات. محمد الصادق، راديو دارندوكا.